هاد القصة المفاد ديالها على نياتكم ترزقوا. تقدر ما بين ليلة ونهار تجيك شي خبار حيت كلشي بالأقدار. ما غاديش تندموا، تفرجوا في القصة حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش بدات وكيفاش سالات، وخذوها عبرة في حياتكم. نخليكم مع الانترو ونبداو. القصة ديال اليوم على واحد الدرية سميتها هند. كانت كتقرا في واحد المدرسة تاع الاعدادي، وتعرفات على واحد الدري سميتو توفيق. كانوا مازال صغار شويه، كيشوفوا الحياة من واحد المنظور آخر. حياة زوينة ما فيها لا مشاكل لا صداع الراس. المستقبل ما كانوش كيفكروا فيه حيت مازال كانوا معولين غير على والديهم. هند وتوفيق بجوجهم كانوا كيسكنوا في نفس الدوار، ولاو كيمشيو للمدرسة ويجيو مع بعضياتهم، ما كانوش كيتفارقوا. داز الاعدادي وهما بقاو على نفس الطريقة، غاديين بجوج جايين بجوج. ملي نجحوا في الاعدادي وطلعوا للثانوي بداو كيتقربوا من بعضياتهم، وتكونات بيناتهم واحد العلاقه بريئه، علاقه تاع واحد الجوج كيبغيو بعضياتهم وغادي يكملوها بالزواج. بقاو غاديين على هذا المنوال. ملي كانوا كيخرجوا من المدرسه، بحكم ان المدرسه كانت بعيده شويه على الدوار اللي كانوا كيسكنوا فيه، كيتسموا جايين بجوجهم عادي، ما كاينش المشكل. والديها كيقولوا راه كيقرا معاها، راه ماشي مشكل يجي موانس معاها. واحد النهار غادي يجي واحد السيد عند بوت هند، وهو يقول ليه وفلان راه الريحه ديال بنتك عطاتها المعلم. بوت هند غادي يقول ليه كيفاش؟ هو يقول ليه داك خونا تا راه بنتك ما كتدخلش للمدرسه والنهار كامل وهي ضايعه، كتدور مع واحد الدري. اي اب غادي يجي عنده شي واحد وغادي يقول ليه هاد الهضره، بطبيعه الحال ما غاديش يعجبو الحال وما غاديش يتقبلها. بوت هند ديك الليله كان باغي يتفرقع، كشاكشو خرجوا ليه من فمه. ديك الليله ما جاش الناس والو، ما بغى يقول والو باش يحصلها قيطي، يعني يشوف داكشي بعينيه. ناض في الصباح وما مشاش للخدمه، وهو يجي عند هند قال ليه اجي انتي اليوم معاش داخله؟ قالت ليه مع 10. علاش ابا؟ قال ليها لا ما كاين والو، راه غير بغيت نسولك وصافي. هنا جاتها عجب، ويلي هذا مالو عمرو ما سولني، ما عمرو قال لي معاش داخله، اش جا اليوم حتى سولني. المهم لبسات حوايجها ومشات للمدرسه. 10:30 بوها في المدرسه كيدور كيقلب عليها، الله وعسى يلقاها واقفه تما، ولكن عيا ما يقلب والو ما لقاهاش. وهي طيح عليه واحد الفكره، قال مع راسو انا ملي جيت غادي ندخل نسول عليها في المدرسه. مشى قصد الباب تاع المدرسه، دق حل عليه الحارس، قال لي الله يرحم الوالدين باغي ندخل الاداره نسول على بنتي. قال لي دخل مرحبا. المهم دخلت تما غادي عند الحراسه العامه، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا راه بوت هند. عطاهم الاسم واللقب. الله يرحم لكم الوالدين، راه قالوا لي ما كتدخلش وبغيت نجي نسول عليها باش نتاكد وصافي. المهم المسؤول اللي في الاداره الحارس العام قال لي اش من مستوى كتقرا؟ قال لي بوت هند المستوى كذا كذا. الحارس العام جبد الملف تاع الغياب، بدا كيقلب لقى هاد هند ديما حاضره في الحصص وزيرو غياب. هو يشوف فيه حارس العام، هو يقول ليه شكون قال لك راه بنتك كتغيب وما كتدخلش للمدرسه؟ بوت هند على نيته مسكين قال ليه راه واحد السيد من الدوار عندنا، راه هو اللي قالها ليا. هو يقول ليه حارس العام راه بغى غير يجبد ليكم الصداع وصافي. المهم سير، راه بنتك ديما حاضره وكتقرا مزيان تبارك الله. بوت هند ملي سمع هاد الشيء وشاف كل شيء على عينيه وتاكد مزيان، قال مع راسو يعني داك السيد اللي جا عندي وقال لي هاد الهضره وكذب عليا باش يخلق لي الفتنه ويزعزع الثقه ديالي مع بنتي،
جا كذب عليا وبغى يضحك فيا الناس ويشوهني في الدوار. والله لا بقات فيه، والله ما ندوز عليه. المهم ديمارا الموتور عنده، مشى لقى داك السيد بارك حدا واحد الحانوت في الدوار. وقف الموتور حداه ويقول داك السيد اللي قال ليه ديك الهضره: ركب ركب يلا معايا، راه باغيك في واحد الغرض. هو يقول ليه داك السيد: اش من غرض هذا؟ قال ليه: هو حتى غير يلا حتى نوصلوا وغادي تفهم. المهم ركب معاه في الموتور، بقاو غاديين 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 حتى وصلوا لواحد الخلا منطقه خاويه. بوتهيند وقف الموتور وهو يقول ليه: الكلب تاع بوك كذبتي عليا وخليتيني ضحكه، خليتيني ما مشيت لا خدمه وتابع بنتي في الزناقي. شنق عليه بوتهيند وتبلبلات: عطيني نعطيك. والغبار ناضت من الارض. بوتهيند حقد ما تسرطاتش ليه، هز حجره ويضربه للراس، خلاه منشور في الارض والدم نازل ليه من راسو بحال شي روبيني. ومع ذلك هز الضربه وناض شدها بجريه وحده، وخا غادي وكيسكيفي حين الدقه تاع الراس كدوخ. المهم بقى غادي كيجري، ما وقف حتى الحانوت اللي كان واقف حداه في الاول. مع وصل هو يطيح يغيب ليهم تما، وبقى كيتركل. عيطوا على المقدم جا، عيطوا على لومبيلونس تاع الجماعه جات، هزاتهم من تما داو للسبيطار. دار شهاده طبيه، مع خرج من السبيطار مشى ديريكت عند الجندار، عطاهم الشهاده الطبيه ودار شكايه. بداو كيسولوا فيه: شكون دار لك هاد الحاله؟ قال لهم: فلان. هما يقولوا لي: علاش؟ اشنو السبب اللي خلاه يضربك؟ قال لهم: راه كان باغي يكريسيني. خرجوا الجندارم باش يقلبوا على بوتين، شدوه جابوه. بداو كيسولوا فيه حتى هو، قالوا لي: علاش ضربتيك هذا؟ بوتين قال لهم: داكشي اللي كاين. الجندارم قالوا ليه: زعما انت راه هو مول العقل، ما كانش عليك توصل معاه حتى لهذا الشيء كامل. بوتين الضحيه شاهده فيه، وهو هزوه من حدا الحانوت، يعني حتى الناس اللي كانوا واقفين تما شاهدين فيه. خلاصه هذا الشيء كامل هي التهمه ثابته عليه بالحجه والشهود. غادي نضربوه بعام ديال الحبس، عام ديال التكرفيس، عام ديال النعاس بالوقت والفياق بالوقت والبروده والماكله بالحساب، وغالبا ما كتكون غير الصوبه. يعني غادي يعيش المعاناه، وهو ماشي دري صغير يلا طالع في الجهل، يعني راه راجل كبير. المهم تكرفص مزيان في هاد الشده وخرج من الحبس. لقى بنتو هند شدات الباك ديالها وقررت تمشي لمدينه اخرى باش تكمل قرايتها. وتوفيق صاحبها حتى هو بطبيعه الحال غادي يمشي معاها لنفس المدينه فين مشات. هو دار ليستيا وهي دارت لافاك. توفيق شد الدبلوم ديالو ولقى واحد الخدمه، وهند كانت مازال كتقرا وغادي يقرر انه يمشي يخطبها. غادي يصيفط والديه عند والديها باش يتفقوا على النهار اللي غادي يجي فيه عندهم. المهم الوالده تاع توفيق مشات هضرات معاهم، قادات الامور واتفقوا على نهار السبت غادي يجيو. توفيق مشى شرا واحد القميجه لبسها ومشى للدوار عندهم. هنا حتى هي جمعات حوايجها ومشات لدارهم باش نهار السبت يتلاقاو تما. وصل داك النهار توفيق ووالديه قصدوا الباب، دقوا، خرجوا عندهم، دخلوهم، رحبوا بهم. بوتهيند حتى هو جا جلس معاهم، ومره كان كيلوح عينه وكيبقى يشوف في توفيق. بوتهيند كل مره كيهز عينيه كيبقى يشوف في توفيق، وحتى كيبغي يقول شي حاجه وكيسكت. توفيق قال في خاطرو: وقيلا مع دوز بوتهيند عام في الحبس، محال واش غادي يبغي يعطيها ليا. بوتهيند سكت حتى عيا وما قدرش يصبر، وخلى حتى سكت كل شيء. هو يقول لتوفيق: بغيت غير نسولك اولدي وما ديرهاش مني قله الصواب. توفيق قال ليه: مرحبا عمي، سول، خذ راحتك. ولكن توفيق في راسو هذاك السؤال اللي غادي يسولو بوتهيند. هو يقول ليه بوتهيند: شحال هادي وانت كتعرف الدريه بنتي؟ توفيق غادي يقول ليه: عمرني عرفتها، راه غير الوالده ديالي وراتها ليا، ولكن لا قبلتي عليا ولا كتاب راه حنا غادي نوليو نساب. بوتهيند بقى غير كيشوف ويقول لهم: اي والله يكمل بالخير. المهم قراو الفاتحه في ذاك النهار واتفقوا نهار التكاتيبه
والعرس غادي يكون في شهر 8. بما قاد توفيق حتى هو الامور ديالو ووجد راسو. قالوا ليه صافي الله يسخر. المهم هند وتوفيق بقاو على اتصال، ومره كيمشيو للمدينه كيشريو شي حاجه لا خاصهم في الدار اللي غادي نكملوا فيها حياتهم. دازت شي شهرين تقريبا على الفاتحه اللي قراوها. كانت واحد النهار شتا خيط من السما وهو يصوني التليفون ديال هند. الو شكون؟ معك توفيق. توفيق اللي كيصوني. هند قالت ليه مالك ياك ما كاين باس؟ قال لها لا والو، غير بغيت نقول لك شي حاجه ما قدرش نقولها لك ملي كنت انا وياك فاس. قالت ليه هند غير قول الله يسمعنا خبر الخير. قال لها راه جاتني واحد الخدمه مزيانه. قالت ليه ايوا راه مزيانه هذه، واش هذه هي الهضره اللي ما قدرتيش تقولها ليا فاس؟ الله يعطينا وجهك. كتقول فاويه فرحانه مسكينه. المهم توفيق بقى ساكت هو يقول لي ولكن الخدمه اللي جاتني راه ماشي في المغرب. قالت لي كيفاش؟ قال لي دابا راه خاصني نمشي وخاصنا نأجلوا الموضوع تاع الزواج. بما جيت وقاديت الامور ديالي وهي تقول ليه دابا بغيتي تقول لي بلي راك سمحتي فيا ياك؟ هو يقول لها لا عمرني نسمح فيك، راه عندي غير عام غادي نمشي ونجي ونديروا العرس ان شاء الله. المهم هي ديك الليله ما جاهاش النعاس، بقات كتبكي في الليل كامل. مع صباح الحال مشات عند الوالده ديالها قالتها ليها. قالت لها ما قولي ليه غير يتكاتب معاك وديك الساعه لا بغيتي تمشي سير. داكشي اللي دارت. هند عيطات ليه السلام كي دايره توفيق. المهم صافي انا راه موافقه نتسناك حتى تجي، غير هي حاجه وحده راه ضروري خاصك تكاتب معايا. توفيق ملي سمع التكاتيبه بدا كيراوغ فيها بالهضره. قال ليها لا راه ماشي دابا، والشركه راه شارطه عليا انني منكونش مزوج. وهند غير ساكته وكتسمع. شافت حتى عيات وهي تقول ليه اش غادي نقول لك، سير الله يسهل عليك، انا راه غادي نبقى نتسنى فيك حتى ترجع. توفيق مشى للطاليان. الشهر الاول كان كيهضر معاها فيه، ولكن الهضره بقات غدا وكتقلال بشويه. هند سولات وقالت لي علاش ما بقيتيش كتهضر معايا؟ قال لها راه غير مشطون مع شي خدمه ما كنساليش. واحد الوقيته صافي ما بقاش كيهضر معاها كاع، انقطعات الاخبار ديالو، وحتى من النمره اللي كان عاطيها ما بقاتش خدامه. هند كانت كتمشي تسول فيه عند والديه، كيقولوا ليها حتى حنا ما عندنا عليه حتى شي خبر. ولكن اللي خاصكم تعرفوه هو ان توفيق راه تزوج في ايطاليا، وداك الشيء علاش بدل النمره ديال التليفون وتزوج بمغربيه تما عندها جنسيه ايطاليه، وهي اللي قادت ليه الوراق باش مشى من المغرب. الايام كدوز وهند مازال ما في خبارها والو، مازال كتسنى فيه. مره كتمشي عند الوالدين ديال توفيق وكتقول لهم امضره واش كاين عليه شي خبر ولا والو. كيقولوا ليها لا راه ما كاين والو. ولكن هند استغربات، حيت الوالدين ديال توفيق فين ما كتمشي عندهم كتلقاهم بخير، ما مقلقين ما مخلوعين، فحال راه هانين من جهته، يعني راه توفيق ما وقعاش ليه شي حاجه. وهي حاسه بشي احساس باللي هما راه مخبين عليها شي حاجه وكون جاوها غير للصراحه. ولكن الكذاب ضروري كيجي واحد النهار كيحصل. دازت عامين توفيق ما بانش ليه الاثار. العام الثالث ليه بالضبط في فصل ديال الصيف توفيق غادي يجي للمغرب. هنا سمعت الخبر باللي توفيق راه جا وبغات تمشي لعندو باش تعرف اشنو هو السبب اللي خلاه ما يبقاش يهضر معاها. وملي وصلت عنده للدار مع كتهز عينيها فيه كيشوف فيها وكيحضر راسو، وفي جنبه واحد المرأة. سولاتو وين؟ قالت ليه توفيق شكون هذيك المرأة اللي في جنبك؟ قال لها مراتي. هنا غادي يتقلبوا ليها الفيزيبلات تاع دماغها، ما بقاتش عارفه اش تقول واشنو دير. داز عندها واحد الشهر كئيب، وفي الاخير صافي غادي تتقبل الامر وغادي تقول مع راسها خيرها فغيرها، وغادي تقرر تمشي تنافيغي على راسها وهي تخدم في واحد لاميزو تاع الطوموبيلات. واحد النهار في الصباح كانت خدامه وهو يجي واحد السعودي غادي يبغي يكري واحد الطوموبيل، هو يشوفها تما غادي يبغي يهضر معاها، ولكن هند
ما عطاتوش وقت، نخلاتو، وغادي يقرر داك السعودي يهضر مع الباترون ديالها باش يتوسط ليه ويهضر معاها ويقول لها باللي راه باغي يتزوج بها. وبالفعل داكشي اللي وقع، غادي يمشي يخطبها ويتزوج بها وسهل عليها الله وغناها الله. ولكن نخليو هند هنا ونمشيو نسافروا نقلبوا على توفيق فين شادها ونشوفوا اش كيدير. توفيق من بعد ما دوز 3 سنين مع ديك المراه اللي تزوج بها في الطاليان، العام الرابع عليه غادي يوقع عليه مشكل مع مراته، غادي يضربها وهي مشات ديكلارات به. غادي يمشيو يهزوه من الدار ويلوحوه في الحبس، ومن بعد ما ضرب عام ديال الحبس رجعوه ريفولي للمغرب، ورجع عاوتاني للشوماج والراحة والسياحة والكآبة. هاد القصة للعبرة، يعني كل شي بالمكتاب. لا كان ربي غادي يرزقك راه واخا تكون مردوم تحت التراب، راه غير رزقك ورزقك راه غادي يجي حتى لعندك بلا ما تحاول تجيبو بطريقتك، يعني الطمع ولا شي حاجة. الى هنا تنتهي قصتنا. الى وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تشتركوا في القناة. الى عجباتكم القصة ما تنساوش ديروا لايك واعطيوني الرأي ديالكم في التعاليق، وتهلاو.